آخر تحديث لأفضل شركات الجري. بخلي الصورة في الأخير بشكل واضح عشان تصورون الشاشة. أول خانة على يمينكم هني بتشوفون أحذية السباقات للمسافات الطويلة والمتوسطة. ثاني خانة لأحذية المسافات المتوسطة والقصيرة. ثالث خانة لأحذية تمارين التيمبو وينفعون بعد حق السباقات. أما الخانة الأخيرة فهي أحذية التمارين اليومية والتمارين البسيطة. طبعا يعتمد عليك أنت شنو تفضل من هالشركات وشنو كنت تستخدم أو حاب تجرب منهم. عندك هذه أفضل الشركات وأفضل الأنواع، بس اللي يفكر ياخذ الأديداس برايم إكس 2 ينتظر شوي، لأن في أخبار أن في إصدار جديد بينزل وأكيد بيكون أفضل بمراحل المفروض يعني. اللي يحب المسافات الطويلة هالحذاء يعتبر أسطوري بمعنى الكلمة، من أفضل الأحذية للمسافات الطويلة، وبعد ينفع للمسافات المتوسطة مثل النص ماراثون والمسافات المقاربة له. هالجوتي تدربت وركضت فيه قبل سنة في تحدي الرياض اللي ركضت فيه 400 كيلو في 5 أيام، وكان أسطوري من ناحية الراحة. كرفته في التمرين وركضت فيه ال 400 كيلو وكان مريح لأبعد درجة. للأمان الجوتي سعره شوي غالي، وأكيد لما ينزل إصدار جديد بيكون سعره وايد مرتفع، يعني الإصدار الثاني بيكون خيار ممتاز للي ميزانيته على قده. نصيحة للي مو عارف شنو يختار أو يبي جوتي واحد يكون مناسب لكل الأشياء هذه اللي ذكرناها من سباقات وتدريبات، سواء تدريب سرعة ولا تدريب خفيف، فعندك خيار الأديداس إيفو اس ال من الجواتي الممتازة اللي ممكن تنفعك في كل الأشياء اللي ذكرناها.